لو عندك مناسبة وجالك ضيوف بقى على غفلة وعايزة تعملي أكل حلو كده وكمان ما تقفيش في المطبخ كتير ومنجز وحلو، تعالي لما أقولك هنتصرف ازاي في لو جالك على غفلة كده ومضطرة تعملي أكل. تعالوا بقى نعمل أحلى صينية غدا ممكن تعمليها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك بقى وشير للفيديو ويلا بينا نخش على الوصفة على طول. أنا بصوا بقى عندي كان هنا ايه ممبار ده طبعا معمول ومتشال في التلاجة في الفريزر يعني. فقلت بقى ايه هفكر اعمل ايه، هطلع كل البواقي اللي عندي اللي في التلاجة اللي مش هتخليني اقف في المطبخ. كان عندي بواقي سمبوسة فرحت برضو مطلعها، بصوا مش كتير يعني بتاع 5 6 وحدات كده. قلت هطلع كل حاجة مش هقف في المطبخ كتير بقى واقعد اضيع اليوم بتاعي في اكل. ورحت بقى متبله فرختين بسرعه كده، طلعتهم حطيتهم في الميه وفكوا التلج بتاعهم بسرعه، ورحت عامله لهم بقى بصلتين كبار كده. بشرت البصل وحطيت له خل وليمون وملح وفلفل وبهارات وحبة دبس الرمان. بصي كل التوابل اللي انت بتحطيها على الفراخ، توابل الفراخ حطيها، بس اهم حاجة الليمون ده بيخلي الفراخ اللي بتتحط في الفرن طعمها فظيع. ورحت متبلاهم وسبتهم لحد ما اخلص الاكل بتاعي كله، كانوا خدوا التتبيلة كده وابتدوا ان هو ايه يعني التتبيلة بتاعتهم تتغلغل فيها كده. المهم ايه بعد بقى ما اتغلغلت التتبيله وكده قلت احلى طريقه للتسويه مش هتاخد مني وقت خالص الكيس الحراري. وصدقوني بيطلع في منتهى الجمال، يعني احلى تسويه في الكيس الحراري ده. خدت بقى التتبيله ودخلتها كده مع الفرخه، الفراخ كانت كبيره فعملتهم كده زي ما انتم شايفين وهربطهم واحطهم في صينيه وادخلهم الفرن، ولا احط ميه في الصينيه ولا احط اي حاجه زي ما هم كده. وعايزه اقول لكم كانوا دايبين، يعني العظم طالع من اللحم كده خالص وواخدين لون في منتهى الجمال، هتشوفوه في الفيديو. وكمان بقى عملت ايه، طلعت صلصه كانت معموله متسبكه ومتشاله في الفريزر، وعملت بصلتين كبار كده للمحشي، ورحت عامله تسبيكه المحشي بسرعه. بعد ما عملت تسبيكه المحشي وعايزه اقول لكم بقى كان ريحتها جميله. طلعت بقى كان عندي الكرنب معمول في الفريزر ومتشال، وكان عندي فلفل في التلاجة، رحت مطلعه الفلفل مقطعاه طبعا يعني منضفه القلب بتاعه كده وغسلته وصفيته. وكمان عملت حله المحشي حشيتها ورحت حاطه معاها كام وحدايه فلفل كده. وكده خلصت حله المحشي. وكمان قلت ايه لا كده مش هيكفي، حله المحشي ما كانتش كبيره، كان هم حبه الورق اللي في الفريزر فما كانتش كبيره. رحت كمان عامله صينيه مكرونه جنبهم وهنشوفها دلوقتي، اللي عايز بقى ياكل ده ياكل ده، المهم يبقى في اكل كتير وخلاص. الفراخ بقى زي ما انتم شايفينها كده، بصوا هتطلع مستويه، يعني عقبال المحشي ما يتعمل هتكون الفراخ استوت، ما بتاخدش ساعه وبتتحمر وبتطلع زي السكر كده. احلى طريقه للفراخ بجد تعمليها في الكيس الحراري، حطيها بقى في الفرن ونسيها. بصوا والله ما خدت ساعه، ما خدتش ساعه خالص، كانت بالمنظر ده. هنا بقى يعني تمسكي العظم كده تشيليه من اللحم. انا بقى هنا هشيل الكيس بتاعه، هشيل الكيس من عليها يعني وادخلها الفرن تاخد شوي بس. تعالوا بقى هنا نعمل صينيه المكرونه جنب المحشي. يعني هنا خلاص المحشي اهو، بس قلت اما مولع على المكرونه ابتدي ان انا اولع على المحشي عشان يبقى كل الاكل سخن مع بعضين. عملت بقى بصلايه كبيره شوحتها، وبعدين نزلت بالفراخ صدر فرخه كبير كده، وحطيت بقى عليه التوابل الفلفل والبهارات والثوم البودر والبصل باودر شويه جنزبيل وشويه بابريكا صغيره كده قوي يعني مش كتير. وكمان هحط بقى معلقه صلصه عشان تديني لون كده للفراخ حلو. وزي ما انتم شايفين بقى كده خلصتها، بس في فلفل بقى لسه هحطه عليها. هنا بقى حطيت 3 معالق سمنه على 3 معالق زيت، ونزلت ب3 معالق دقيق، وهنزل بقى باللبن بتاعي لغايه ما اعمل بشاميل كده حلو متوسط، ولا تخين ولا خفيف. انا هنا كمان في البشاميل ما بحبش احط على البشاميل اي توابل، لان هنا بس بحط الملح وبحط سنه سكر، واحط كمان واحده جبنه كيري هتدي طعم حلو قوي للبشاميل. هنا بقى كان عندي كيس فلفل الوان كده في الفريزر، بس هو احمر بس فحطيته برضو هيديها لون حلو كده وريحه كمان. هنزل بقى بالبشاميل في ارضيه الصينيه، والمكرونه سلقتها نص سلقه مش مسلوقه جامد. وهنزل بقى بالبشاميل، ممكن هنا طبعا تحطي كل البشاميل على المكرونه وتقلبيها كلها مع الفراخ ومع كله وتنزلي بيها في الصينيه. بس انا حبيت اعملها كده، حطيت الاول بشاميل وبعدين هحط شويه وحطيت مكرونه، وهنزل شويه بشاميل تاني، وبعدين هنزل بالحشوه بتاعتي اللي هي بتاعت الفراخ. بصوا ما خدتش مني وقت خالص. في الوقت ده بقى انا هبتدي ان انا ايه اعلق على المحشي، يعني وانا بعمل المكرونه كده ولعت على المحشي كده كده. المكرونه كل حاجه مستويه فمش هتاخد معايا ربع ساعه في الفرن وهتكون استوت. هوزع بقى الخلطه كده، وبعدين هنزل ببقيه المكرونه بتاعتي والصوص كله هحطه على الوش. انا هنا حطيت شويه زيتون اسود كده في النص مع مع الفراخ. طبعا لو مش حابه بقى تحطي زيتون ما تحطيش، يعني على حسب ما بتحبي. وانا هنا ما كانش عندي جبن خالص فحطيت الجبنه الكيري كده في البشاميل،
ودي كده هتغنيني عن ان انا احط اي جبن وخلاص كده تمام. هدخلها بقى الفرن، وهنمسحها كده من الجناب لو فيها اي حاجه طالعه من هنا ولا من هنا نمسحها عشان ما تتحرقش في الفرن. وهنا الفرن شغال، هدخلها مع الفراخ وكده ابقى خلصت. دي طبق سلطه بطاطس، هبقى اقول لكم في فيديو لوحده كده ازاي عملتها. المحشي بقى هنا كان استوى، والمكرونه استوت، والفراخ كمان استوت، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. قلت بقى احلى طريقه تقديم بقى، ولا بدل ما احط هنا وهنا في اطباق وحاجات كده، لا احط كده صينيه زي اكنها بقى جايه من مطعم كبير كده. وتقولوا لي بقى بصوا الفراخ عامله ازاي، ما تقولوليش بقى فراخ في الفرن يعني من غير كيس ولا بتاع. بصوا بالكيس وعامله ازاي. عايزه اقول لك الورك كان نازل كده من الفرخه من كتر السوا بتاعها ومن كتر جمالها. شكل الفراخ بس لوحده يفتح النفس، وكمان بقى شاربه التتبيله لانها كده كده في الكيس وما حطيتناش نقطه ميه. استوت بالميه بتاعت التتبيله. وهنا بقى الممبار اللي كان عندي في الفريزر ده متشال بقاله كتير. قلت هو ده وقته ان انا اطلعهم مع الاكله دي واملى الصينيه بتاعتي كده. ودي بقى البطاطس اللي احنا عملناها، سلطه البطاطس دي بقى في منتهى الجمال بجد، جربوها. بس اما اقول لكم عليها في فيديو تاني. هنا بقى عملت الصينيه دي، بصوا الصينيه، وكان عندي كمان شويه سمبوسه بتاع 6 7 وحدات كده. برضو حمرتهم وعملت بصوا غدا جميل وصينيه كبيره ومش قلتلكوش بقى المناسبه كانت عيد ميلادي. كل سنة وانتم طيبين. ولو عندكم بقى مناسبة اعملوا زي كده الصينية دي. انا الصينية دي بسميها صينية العزومات بجد كده فخمة. وكمان بصوا بقى كل واحد بقى واخد طبق وعمال بقى يغرف من هنا ومن هنا. يعني بصوا حاجة كده عظمة. هي كانت عايزة شوية ملوخية خضراء وتبقى كاملة متكاملة، بس هي بصراحة كانت جميلة. وادي صينية المكرونة، اول ما عملتها قعدوا يقطعوا منها، ما استنوش ان هي مثلا ايه تخلص يعني نحط الغدا، لا بقى يقطعوا وياكلوا فيها. قلت لهم طب استنوا لما اصور كده. فما حدش كان صابر وكلوا منها بألف هنا وشفا. وعايزه اقول لكم ان المناسبه كانت عيد ميلادي. كل سنه وانتم طيبين. وقولي لي بقى رايكم في الصينيه العزومات دي او المنجزه، الصينيه المنجزه. ولو عندك بقى مناسبه يلا كده بسرعه اعمليها ان شاء الله تبقى حلوه معاكي. اتمنى الفيديو يعجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.